عارفين طبعا ان في حاله البرد يا شباب بيحصل ان الكتاكيت بيجي لها CRD او الالتهاب الرئوي. فرخ حتى لو قاوم وعاش معاك ممكن يجي في العمر الكبير تلاقيه سردة وما كبرش ووزنه ضعيف. تعمل ايه بسرعه علشان تتلافى كل المشاكل اللي احنا عارفينها؟ هل نحط مضادات حيويه؟ طيب ماشي، لو هنحط ما هي المضادات الحيويه المناسبه في العمر ده في اول اسبوع؟ طيب هل اللي بيربي 50 كتكوت زي اللي بيربي 50,000؟ اكيد في فرق. طيب النقطه الاخيره، ايه هي بقى الحاجه او التركه اللي ممكن نعملها علشان كمان نساعد الدواء؟ يعني احنا بنقول دايما ان الدواء ده مجرد عامل مساعد، لكن التربيه هي الاهم. ايه هو بقى الحاجه اللي ممكن نعملها في التربيه للفراخ احنا نعملها بايدينا علشان بسرعه نتفادى المشكله دي؟ انت لو بتربي في 50 كتكوت، 100 كتكوت، 200 كتكوت، ايا ما كان الرقم، لو انت في تربيه منزليه ممكن ان انت تجيب مضاد حيوي زي انروفلوكساسين، هتلاقيه في الصيدليه البيطريه، ازايز 100 سم موجوده متوفره. طيب افرض ان انت ما لقيتش انروفلوكساسين، هتسال على دوكسي سايكلين. طيب لو انت راجل بتربي في كميه كبيره، اقوى وافضل مضاد حيوي في العمر ده اللي هو عمر 5-6 ايام علشان يعالج مشكله البرد وفي نفس الوقت هيسيطر ويعمل كنترول على الكوليستريديا وفي نفس الوقت هينشط نمو الكتاكيت تاني، لان البرد بيقلل نمو الفراخ، هو مضاد حيوي اسمه لينكوسبكتين. طيب فرضا ما لقيتش لينكوسبكتين في الصيدليه، ممكن تستخدم سبايراميسين او اريثروميسين، والثلاثه دول يفضل انك تحط معاهم كوليستين. يعني سواء لقيت لينكوسبكتين او لقيت سبايراميسين او لقيت اريثروميسين، حط معاه كوليستين. يبقى طيب سؤالنا هنا، هل مجرد ان احنا حطينا الدواء دورنا انتهى، ولا في حاجه او تركه نقدر ان احنا نعملها للفراخ علشان برضو تستعيد عافيتها بسرعه تاني؟ طبعا في، وده اللي انا قلت عليه في المقدمه، احنا نقدر في الوضع ده اللي هو عمره 5 6 7 ايام ده، لو الكتاكيت بردت منك في اول 3 ايام، ان انت تزود الحراره في الفتره اللي انت خلاص لقيت الغاز وخلاص عرفت تسيطر على مشكلتك. في الوقت ده ما تمشيش بقى على برنامج الحراره الطبيعي، لا، زود الحراره درجتين عن الطبيعي. يعني لو الحراره عمر 5-6 ايام المفروض تكون 31، لا خليك انت تاني على 33، خليها ازيد بدرجتين. ليه؟ انت زي ما بتبرد، الانسان فينا لما بيبرد بيدخل في البطانيه ويدفى وبتاع، حتى لو عرق بيفضلوا برضو يغطوه علشان الدفى ده او الحراره الزايده دي زي ما بنقول كده بتدفي عظمك. خلي شعارك دايما في الكتاكيت في الاول ان الدفى عفا، يعني اول 15-20 يوم اهتم بالدفى، بعد 20 يوم بيبقى الاهتمام بالاكسجين بالتهويه، لان خلاص الفراخ بتكون ريشت. وانا شرحت الكلام ده في فيديوهات قبل كده، طبعا حضراتكم اللي ما سمعهاش يرجع يتفضل يسمعها في القناه، فيديوهات كتير كلها فيديوهات تعليميه. واللي عنده اي سؤال يكتب لنا في التعليقات، وان شاء الله نكون عند حسن ظن حضراتكم.